للي ما يعرفش، أول سنة ليا في الغربة كنت بحاول أهرب قدر المستطاع يعني من الوحدة ومن ألم الغربة وإن حاجة جديدة عليا. فكنت بكتب مرة خواطر، مرة نثر، بكتب شعر عامي فصحى. بكتب كنت بحس إن هي علاج أو طريقة هروب. المهم في أول سنة ليا الحمد لله ربنا من عليا إن أنا قدرت أكتب كتاب، والحمد لله اتنشر ونزل في معرض القاهرة الدولي. ده كان سنة 2019. ونزل تقريبا 2020، يعني أنا كتبته في 2019 نزل تقريبا في معرض القاهرة اللي متخن الذاكرة 2020. كان كتاب جيب عبارة عن شعر وخواطر، تمام، باللغة العربية الفصحى. وكنت بكتب برضو وتوقفت، يعني كنت بكتب شعر بالعامية. فأنا وبألف في الفيس من كام يوم جت قدام مني قصيدة بالعامية المصرية كنت كاتبها من فترة، يعني قبل ما أنا أتوقف عن الكتابة. فجت قدام مني فهقولها لكم بقى في الفيديو ده. قصيدة بتقول: إنسان، إنسان بإن وحن، بحب لكنه بيخون. إنسان شقيان بعافر، شجاع لكنه جبان. إنسان ضعيف وقوي، حنبلي وحورتجي، دائق الوشم وعشمان في العفو. إنسان حاضر وغايب، وصاحب صاحبه، مرة خان العهد ومرة مات على عهده. إنسان الشك عنده بيزيد، وعنده يقين إن الإله واحد. بيشك في الإجماع وآراء المشايخ، مؤمن بالآخرة بس خايف. إنسان فاتح دراعه للكل وقافل قلبه على آخر حضن. حسن الحبيب الصدق وحفظ السر من طبعه، يحكي للنجوم عن كل اللي حبه. إنسان جاهل بالأمور ومؤمن إنه الشدة بتبين المعادن. صديقه في الغار بيطبطب على قلبه، إن الله معنا. هي الحياة إيه؟ هي الحياة إيه؟ صديق من غيره مفيش معنى. إنسان ضارب وناسف العادات ولابس قفطان العفة، والكفة جر ذنوب، عاصي جدا لكنه بيتوب. عاصي جدا لكنه بيتوب. غريب لو تشوفه تحتار لو دار الحديث بينكم. هو مين؟ يملك الحاجة وعكسها والحجة والبرهان. إنسان صعب تصنيفه، وحيد أو وسط صحبة. لو شفته في يوم صدفة ما تسألش عن حاله، يكفيك تمد إيدك بالسلام. أخوك الإنسان.